يا صباح الفل على كل حبايبي الأهلاوية في كل مكان. بصبح عليكم ونهاركم إن شاء الله سعيد، نهار مليء بالأمل والتفاؤل بإذن الله تعالى. وما ننساش نبدأ صباحنا كده بالصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم، ارحم شهدائهم، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين، واحفظ مصر يا رب آمنة، واحفظ أمتنا الإسلامية بخير وسلام. طبعا معلش انا بسجل لكم بقى وانا سايق في الطريق، ف طلع بس مش طالع بصوره يعني، ولكن حابب اتكلم في حاجتين مهمين. يعني الواحد بصراحه بعد اللي شافه امبارح والترتيبات بقى شكلها كده فعلا هتبقى يوم الاربعاء اللي جاي هتبقى حدوته بجد يعني. فايه القصه وايه الحكايه؟ تابع بقى حضرتك معايا فيديو قصير كده، فيديو الصباحي طبعا اتعودنا ان احنا يكون شورت فيديو كده او فيديو قصير نتكلم فيه باختصار وبسرعة عن بعض الحاجات اللي حصلت او اللي هتحصل. عندنا طبعا اتفاجئنا امبارح، وانا كلمتكم امبارح في الفيديو المسائي عن حكام مباريات الدوري القادمة او الثلاث مباريات الحاسمة لبطولة دوري نايل. طبعا اتكلمنا عن حكام الاهلي والمصري، وهو الحكم محمد عادل امين عمر والطاقم بتاعه كله اللي مسافر كاس العالم، وهيبقى ليه ان شاء الله دور في التحكيم في كاس العالم. يعني جايب لك افضل حكام في مصر، ده للنادي الاهلي. وده شيء ما بيضايقش الاهلاويه، بالعكس يعني ده شيء يدي لك الطمانينه انك هتاخد عداله، يبقى في عداله في التحكيم، مش حكام ليها توجهات ومعروف هي راح تعمل ايه وتخلص ايه. نيجي على مباراة بيراميدز وسموحة. بيراميدز وسموحة هيكون الحكم محمود ناجي، اللي شهير بمحمود ناجي الزمالك. مباراة الزمالك وسيراميكا وهنا الكلام بقى، مين الحكم؟ قال لك هنجيب حكم اجنبي. جابوا مين؟ سواء بقى عنوته مش عنوته مالناش فيه. جابوا ستيجمان، حكم اسمه ستيجمان، حكم الماني مشبوه. ما هو انت منتظر ايه من رويز المتحمرش المتدلك؟ ان هيجيب لك حكم اوروبي عالمي يعني من حكام الصفوه؟ لا طبعا، حكم زي ما قلت لكم امبارح ما امسكش صفاره في دوري ابطال اوروبا مع انه الماني. حكم من 3 سنين مشبوه، من 3 سنين الحكم ده اعلن اعتزاله مؤقتا. ليه؟ بعد ما جاله تهديدات بالقتل من مشجعي بروسيا دورتموند، بعد ما خسرهم الدوري بسبب اخطاء تحكيميه متعمده. طلعوا جماهير بروسيا دورتموند وهددوه لدرجه ان اتهدد بالقتل، يعني هددوه بالقتل، فاعتزل مؤقتا ورجع تاني. حكم زي ده انا اجيبه في مباراه مهمه، مباراه فاصله حاسمه بتحدد دوري طول العام، الفرق كلها بتتعب وشغاله، في الاخر اجيب حكم زي ده يخلص الدنيا؟ اختيارات رويز واختيارات ومباركه طبعا ابو ريده اللي هو بيرتب دلوقتي لرخصه الزمالك والمشاركه في دوري الابطال او ايا كان بقى في البطولات الافريقيه الكونفدراليه المحببه ليهم والحاجات دي. ابو ريده اللي كان في ماتش لو تفتكروا قبل مباراه الترجي والحكم الظالم من الكاف بمنع الاهلي من جماهيره في مباراتي الترجي، او في مباراه الترجي اللي اتلعبت في القاهره، اللي كل اعضاء النادي الاهلي مجلس الاداره والناس كلها بتتواصل مع ابو ريده عامل مش من هنا وقافل تليفوناته. ابو ريده اللي عمره ما لجأ له النادي الاهلي ولا موجود ابدا، بيحاول يظبط الرخصه لنادي الزمالك باي طريقه بقى. هماطل على قد ما اقدر لحد ما الزمالك يحاول يجدول فلوسه او يدفع اللي عليه، وبقى يتراضى مع ممدوح عباس ويدفع له جزء ويدبروا جزء من هنا او ايا كان بقى.
يعني فريق ملعوب في رخصته الافريقيه، او الرخصه للمشاركه في البطولات الافريقيه، رخصه ملعوب فيها، ومع ذلك بنلاقي كل المساعده وكل الدعم لنادي معين، ويرجع يقول لك الاهلي نادي الدوله. لما الاهلي نادي الدوله، هو الاهلي اللي عليه مليارات للدوله وما اتخدتش؟ طيب الاهلي نادي الدوله، هل الاهلي عليه فلوس لاتحاد الكره ب 70 80 مليون ومحدش بيطالب بيها؟ هل الاهلي مديون لاتحاد الكره بجنيه واحد؟ هل الاهلي عليه 17 قضيه في الفيفا و17 ايقاف قيد؟ هل كل ده هو الاهلي عشان الاهلي نادي الدوله واقفه جنبه ومطلع له رخصه مضروبه ملعوب في اساسها؟ هو ده الاهلي نادي الدوله. ابو العينين استاذ او الحاج محمد ابو العينين رئيس نادي سيراميكا، ليه يا ابو العينين؟ ليه تعمل فينا ليه يا ابو العينين؟ ليه تعمل كده ليه؟ استاذ محمد ابو العينين او الحاج محمد ابو العينين او ايا كان بقى المسمى، مع احترامنا طبعا وتقديرنا لشخصك الكريم، راجل محترم ورجل اعمال وراجل ليه باع في الصناعه والاستثمار في مصر والكلام ده كله. ليه يا استاذ محمد ابو العينين بتقول وطلع يقول لك انا هدي تذاكر المخصصه لنادي سيراميكا هتنازل عنها لنادي الزمالك، زي ما عمل كده رئيس نادي انبي برضه؟ طب ليه؟ طب ايه الرساله المطلوبه يا استاذ محمد ابو العينين؟ ايه الرساله اللي حضرتك بتوصلها للاعيبتك وللجهاز الفني؟ هل بتقول لهم يعني خلاص بقى سيبوا الماتش وبتاع والكلام ده كله؟ احنا ما بنشككش في ذمه حد، ولكن الرساله كده واضحه. يعني ايه اتنازل عن حصتي من التذاكر المخصصه لنادي السيراميكا والجماهير نادي السيراميكا لجماهير نادي الزمالك؟ طب انت لما تطلع تقول بقى للعيبه، او تطلع تقول انا هدي مكافآت للعيبه في حاله الفوز وبتاع، وده طبيعي اي نادي بيدي مكافآت للاعيبته في الفوز في اي مباراه، وخصوصا لو مباراه مهمه وامام فريق كبير زي نادي الزمالك. طب اللعيبه هتصدقك ازاي؟ المدرب هيصدقك ازاي؟ علي ماهر اللي موقوف وهيتابع المباراه من المدرجات هيقعد فين؟ في وسط جماهير نادي الزمالك، الملعب بقى كله جماهير الزمالك. طب علي ماهر هيقعد في وسط جماهير الزمالك وهيدير المباراه ازاي؟ طب علي ماهر قبل المباراه ايه الرساله اللي وصلته؟ ان حضرتك مش مهتم بالمباراه، ان مش فارقه معاك يا استاذ محمد ابو العينين. فما اعرفش، حضراتكم بقى فسروا انتم في الكومنتات وتقولوا لنا ايه رايكم في القصه دي، وهل القصه دي هل محمد ابو العينين اجبر على التنازل ولا هو اتنازل براحته، ولا المصالح بتتصالح ما بين رجال الاعمال؟ انا هسيب لكم السؤال ده تمام، وان شاء الله باذن الله في الفيديو المسائي نتكلم بقى بتفاصيل عن معسكر النادي الاهلي. الحمد لله زي ما قلت لكم كل لعيبه النادي الاهلي جاهزه، مفيش اصابات، مفيش غير بس ايقاف كوكا عشان الانذارات، تراكم الانذارات، ومش هيكون موجود احمد عيد عشان بنبارك له طبعا على جوازه. الف مبروك يا احمد، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. اللعيبه لازم تحط في اعتبارها الفوز في المباراه، وبعد كده سيبوا الامور بقى على الله. يعني بيقول لك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله ظبطوا حكام ما ظبطوش حكام، ظبطوا ابو العينين ما ظبطوش ابو العينين، ظبطوا الجماهير، احبطوا روح المعنويه لدى اللعيبه قبل المباراه ولدى المدرب. كل ده في الاخر تدبير رب العالمين جاهز. المهم ان انت تشتغل على نفسك وتكسب المباراه وتقدم مباراه تليق بقيمه النادي الاهلي، وسيب الامور كلها على الله. وفي النهايه اتمنى لكم الصحه والسعاده وصباحكم زي الفل.